الفندق الخمس نجوم مش مؤشر خالص ان باقي الفراش مستحيل يبقى موجود فيه، ودي فكره ناس كتير قوي بتربطها بالنظافه. الفندق غالي، الاوضه نظيفه، الملايات متغيره، يبقى مستحيل يكون في باقي الفراش، فروح وانا مطمن في بيتنا ان انا ما عنديش اصابه، او ان انا مش هيتنقل لي من الفندق ده اصابه باقي الفراش. لكن باقي الفراش مش بيقيم الفندق بناء على عدد النجوم بتاعته، لان الاصابه اصلا بتتنقل من الناس وحاجتها. يعني اوضه ممكن تتنظف كويس جدا وبعدها يدخل نزيل ومعاه حشره مستخبيه في الشنطه بتاعته، او العكس يكون في نشاط محدود في الاوضه والحشره تدخل شنطتك من غير ما تشوف. وعشان كده وجود حشره باقي الفراش مش معناه ان البيت ده مش نظيف او ان المكان ده مش نظيف، ومش معنى ان المكان ده مترتب او نظيف يديني مؤشر ان الافه مش موجوده هنا. ودي حاجات مهمه جدا في السفر. اول ما تدخل الاوضه ما تفتحش الشنطه وتبدا تفضي الحاجات اللي فيها، خلي دايما الشنطه بعيده عن السرير في البدايه، وبص بسرعه على الخياطه بتاعت الشنطه قبل ما تفتحها. انت مش مطلوب منك انك تعمل تقييم او تعمل فحص شامل للمرتبه اللي انت هتنام عليها، لكن دقيقتين فحص قبل ما تخش او قبل ما تنام على السرير ممكن يخليك تتجنب انك انت تنقل حشره باقي الفراش. وخلال التعامل مع اصابات حشره باقي الفراش، فكره ان احنا ما بنروحش اماكن شعبيه او اماكن مستواها قليل فمستحيل يكون جات معايا خلال السفر بتاعي، دي بالنسبه لنا معلومه ما نقدرش نعتمد عليها بشكل كلي، لان حشره باقي الفراش ممكن تكون موجوده في اماكن اقامه بمستويات عاليه جدا جدا. والمقياس هنا مش نظافه المكان نفسه، المقياس بتاعنا هل دخلت الحشره للمكان ده اصلا، وهل في فرصه انها تتنقل معايا من خلال الاغراب بتاعتي. فالمره الجايه لما تدخل فندق نظيف جدا ما تبقاش خايف ومرعوب وتفتش الاوضه ساعه، لكن برضو ما تخليش منظر الاوضه يديك ايحاء ان الحشره مش موجوده فيه. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن مبيدات الحشرات تواصل معايا.